بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. اليوم جبت لكم عصيدة جلجلان باش نطيبوها في مولد سيدنا، وان شاء الله تعجبكم الروسيت. باهي توا هنا عنا المكونات متاعنا اللي هي عنا 200 غرام فارينة، 400 غرام سكر، لتر ونص حليب، عنا بات متاع بوفريوة 200 غرام، وعنا بات متاع جلجلان رطل. هذوما الكل باش نعملوا بهم العصيدة متاعنا ان شاء الله. اول ما نبدو ناخذوا الفارينة متاعنا ونصبوا عليها بشوية بشوية الحليب ونخلطوا، سامحوني من هيك بزعة شوية حليب، ونبداو نخلطوا ونتبعوا في الفارينة متاعنا بشوية بشوية، ما نصبوش الحليب الكل فرد وقت، نبداو نخلطوا بالسياسة بالسياسة. بعد ما خلطنا الفارينة متاعنا توا باش ناخذوا البات متاع البوفريوة ونزيدوها للفارينة متاعنا ونبداو كالعادة نخلطوا. بالنسبة للبوفريوة نجمو ناخدوها حاضرة كيما نجمو نحضروها وحدنا في الدار، نحمروها في الفور ونرحوها بقشورة وهي سخونة. توا باش ناخدو الرطل الجلجلان اللي قلت لكم عليه كيف كيف زادة نحمروه وحدنا بعد ما نخصوه، نحمروه في الفور ونضربوه في الروبو حتى للولي بات. اذا كان ما عندك شي روبو قوية نجم تشريها حاضر البات زادة يبيعوا فيها. هذاك الرطل الجلجلان متاعنا باش نزيدوه للخليط متاعنا ونخلطوه مليح 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 حتى لين نتحصلوا على بات ما فيهاش حتى كابور. تبدا الفارينة كلها صوب هاكم كما تراو فيها لهنا، ما عندنا حتى كابورة متاع فارينة، كلها ماشية محلولة بالكدا. نحطوا البات متاعنا على النار ونبداو نحركوا من الاول، تبدا نار قويه ومن بعديك دوب ما تبدا باش تغلي نقصوا لها النار ونبداو نتبعوا فيها، ما نتوقفوش على تحريك جمله، ديما نحركوا. توا باش نزيدوا شفناها، شفت كيفاش تبقوا وتعمل الفقاعات. نحطوا السكر متاعنا اللي قلنا عليه 400 غرام سكر، ويرجع هذا لذوقكم، اذا كنت تحبوها احلى اكثر تنجموا تزيدوا السكر والا تنقصوا من السكر تحطوا حليب المركز. هذه تويكا العصيدة متاعنا حضرت وريحتها فاحت ولات، شفتوا كيفاش نزيدوها تويكا في الاخر بالكليكا مغرفة زبدة. علاش مغرفة الزبدة؟ باش تعطينا اكل لقة متاع العصيدة. نحركوها شوية، تبعوا نحركوها شوية هاكم شفتوا كيما تويكا التكستور متاعها ماهيش ثقيلة برشا وماهيش مرخوفة برشا، باهية ما تبردت ولا باهية. وديما نبداو محضرين اللي كوب متاعنا ولا الكيسان ولا اللي هو باش نحطوا فيها العصيدة متاعنا وهي سخونة، لازمها تتفرغ وهي سخونة، تبرد راهو ما تعطيكمش الطواق يتفرغوها. نعبوها كلها في الكوب متاعنا كيف ما تراو تويكا في بعد ما نعبيهم كلهم في الكيسان متاعهم نكونوا حضرنا الكريمه باتيسري متاعنا، الناس كلنا عارفوها كيفاش تطيب، ونحطوها فوق العصيده متاعنا. باهي العصيده متاعنا كملناها وحطيناها في الطبق وحطينا شويه بخور. توا وصلنا الى اخر الفيديو متاعنا، نشكركم على المشاهده، عملوا طلع على القناه متاعي باش تشوفوا الفيديوهات القديمه، وما تنساوش باش تعملوا السبسكرايب باش توصلكم الفيديوهات القادمه ان شاء الله.